والنهج ده او ده مش فكره ان انا همشي في مين فيهم، هو انت بالفعل ماشي في واحد فيهم، بس كل القصه ان انت لازم تعرف انت فين بالظبط لما بتيجي تشتغل في طريقتين للشغل. وبشكل تقريبي الطريقتين دول بينطبقوا على اي مجال شغل، او حتى لو انت بتدور على حد يعمل لك حاجه معينه في طريقتين. الاولى وهو المنهج بتاع الاركيولوجيست، والطريقه الثانيه وهو المنهج بتاع الاركيتكتشر. الاسمين دول زي ما الاسم بتاعهم بيقترح مهنتين مختلفتين تماما عن بعض، فهو برضه بيقترح نوعين من البروسيس مختلفين تماما عن بعض، سواء في ان انت بتدور على شغل او ان انت بتدور على حد يعمل لك الشغل. المنهج الاول هو الاركيولوجيست، وده ان انت زي ما الوظيفه طبعا بتقترح ان انت بتدور في اكتر من مكان. الراجل بتاع الاثار ده بيعمل ايه؟ بيقعد يحفر في المكان ده شويه والمكان ده شويه لحد ما يبدا يلاقي قطعه هنا يلاقي قطعه هنا، علشان يبدا تدله على الشكل الكامل بتاع المكان اللي هو بيحفر عليه، سواء مدينه او مقبره معينه. ودي اللي بيبقى فيها ان انت بتفضل تشتغل في اجزاء مختلفه. انت لما بتبقى لسه طالع جديد من الكليه وبتشتغل في مكتب بتمسك اجزاء صغيره، مثلا لو انت في مكتب تصميم، بعدين بتبدا اجزاء اكبر، بعدين سينيور اركتكتشر، ممكن تيم ليدر كمان قبل الخطوه دي. انت بالنسبه ليك لو انت في الموقع بتمسك اجزاء صغيره من الموقع، بعدين بتاخد مشاريع اكبر، بعدين تلاقي ان انت المشروع ككل ما استفدتش منه غير عرفت بند واحد بس، فبتنقل في مشروع تاني او بتروح لشركه تانيه او لمكتب تاني عشان تتعلم حاجه مختلفه. ده اللي هو الاركيولوجيست. لكن بالنسبه مثلا المنهج بتاع الاركيتكتشر او اللي هو اللي احنا فعليا بنعمله حتى في شغلنا، ان انت بتبقى بالظبط عارف انت عايز توصل لفين، انت عارف نهايه الطريق بتاعك فين، فانت من اول يوم بتبدا تخطط للحظه الاخيره دي. وده اللي احنا بنعمله في شغلنا. انت بيجي لك المشروع من اول يوم، بيجي لك فيه المشروع انت بتبقى عارف النتيجه اللي المشروع هيوصل لها، فبتبدا تحط خطوات عشان توصل للنهايه دي. فانت ممكن تحط نفسك في دايره ان انت اتعلم ايه، اروح فين، تبدا تتوه، او ان انت تبقى بالظبط عارف انت عايز تشتغل فين، فتبدا من النهارده تتعلم المهارات اللي تساعدك توصل للطريق بتاعك.